يا صباح الفل والهنا عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده قايمه كده قلت اعمل فطار حلو جدا. هعمل فول مطبوخ بطريقه سهله وبسيطه. بقالي كتير قوي ما صورتش فيديوهات، بس والله كان عندي كده شويه ظروف. النهارده بقى هفطركم احلى فطار، فول مطبوخ بطريقه سهله جدا ومختلف طعمه خالص عن الفول الطبيعي اللي احنا كل يوم بنقدمه في الفطور. يلا نشوف طريقتنا. بس ما تنسوش تدعموني باللايك الحلو وتشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي، واهم من كل حاجه المتابعه الجميله في فيسبوك او كواي او انستجرام. يلا نشوف بينا. بصوا حبايب قلبي، الطاسه وفيها شويه زيت. هحط عليها بصلايه متقطعه صغير، وبصوا حاطه في وسطها حته تومه مفروم عليها فلفل. يعني نحط حته تومه بس صغيره مع البصلايه، وننزل بيها على شويه الزيت بتوعي، واديها تقلبتين. اكتر حته التومه بتاعتي تقلبتين اتنين مش كتير على شويه الزيت. ما تاخدش اكتر من كده. هنزل عليهم، عندي معلقتين قوطه مضروبين في الخلاط، ومعاهم قطيتين مقطعاها قطع صغننه زي السلطه اهي. يبقى معلقتين طماطم مضروبين في الخلاط، ومعلقتين وقطيتين معلش، وننزل بيهم على البصلايه وحته الثوم، وابتدي اقلب. بصوا حركات الشيف حسن بتحصل لوحدها كده. بسم الله. كل ده النار بتاعتي عاليه، برضو مش هياخد الوقت معايا كتير. هستنى عليهم كده لمده دقيقه وهم على النار العاليه. هنزل عليهم، هخففهم طبعا بنص كوبايه من الميه اهي، تبقى خفيفه. طبعا ما نكترش الميه عشان الفول بتاعي تبقى تسبيكته حلوه اهي. دوبت الطماطم اللي هي بتاعتي، او معلقتين الصلصه اللي موجودين مع الطماطم القطع، هسيب النار بتاعتي وسط، مش هخليها عاليه قوي، واغطيهم واسيبهم لمده 5 دقايق ونرجع لهم تاني. بصوا حبايب قلبي، انا اهو رجعت لها بعد 5 دقايق. ابتدى يتسبك. خدوا بالكم ان انا مش عايزاه يتسبك قوي يعني ينشف، لازم يبقى التسبيكه بتاعته اهي خفيفه برضو. بصوا هو ابتدى يتسبك شويه، بس تسبيكته خفيفه وهو ده اللي انا عايزاه. هنزل بالفول بتاعي. بسم الله. مش قادره اقول لكم اساسا ريحه التسبيكه تحفه. وابتدي اسيح الفول بتاعي كده في التسبيكه. يلا انا ما حطيناش اللايك، يحط لنا اللايك الحلو اللي زيكم يعمل لنا المتابعه. وما تنسوش اهم حاجه تشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي على اليوتيوب. مش قادره اقول لكم ريحته جامده اخر حاجه زي ما بيقولوا. خلص على كده؟ لا طبعا لسه ما خلصش. اهو فككناه كله في التسبيكه بتاعتي. هسيبه لمدة من 3 ل 4 دقايق برضو كده، النار وسط عليه، وارجع له تاني عشان لازما الفول ياخد طعم التسبيكة اهو. ولسه طبعا بقية اللي احنا هنعمله. يلا
بصوا رجعت له بصوا بقى بعمل ازاي تسبيكه فيه تحفه. طبعا الفول المطبوخ يحب الفلفل الاسود، حتى لو شويه صغيرين نحط له الفلفل الاسود. معلش صوتي تعبان شويه لاني عندي برد شديد، اديكم شايفين الشتا طبعا مدمرنا، والملح بتاعنا كل واحد على حسب رغبته في الملح. اخر حاجه بعملها للفول المطبوخ ان انا بحط شويه زيت كده على الوش، لانه بيكون التسبيكه نشفت الزيت اللي فيه، فعشان ما يكونش ناشف واحنا بناكله هنحط له شويه زيت من على الوش. وبعد كده نغرف اهو، ونقلبه. الله الله على الجمال. عايزه اقول لكم بقى هيتعمل جنبه ده طبق بتنجان مخلل وفلفل حراق مجهزاه، فطار جامد اخر حاجه. بسم الله ما شاء الله على الجمال. يعني نبتدي نغرف دلوقتي الفول بتاعي، نوطي النار طبعا نقفلها خلاص. بسم الله. بصوا حبايبي وده شكله اهو، مش قادره اقول لكم الريحه تحفه. طبعا طبق البتنجان دلوقتي لو في وقت كنت عملت طبعا طبق بتنجان، بس هعمله بقلي فلفل جنب الفطار وبسلق جنبه بيضه عشان تكون الوجبه الكامله. يعني ادي شكله النهائي، احلى طبق فول مطبوخ للفطار. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، ويا رب اكون فدتكم. ما تنسوليش في اللايك واشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي على اليوتيوب، واعملوا لي احلى متابعه زيكم. وان شاء الله بعد كده انا مش هطول في ان انا اغيب عليكم بالفيديوهات. واشوفكم على الف خير يا احلى متابعين في الدنيا. صباح الفل.